ولازم برضك تبص يا حمو تحت برضه، ممكن تلاقي فلوس ولا حاجه. لا انا مش بلاقيها. دلوقتي مفيش. مفيش. شغال. شغال. هنتكلم عن ايه النهارده؟ ايه اللي شاغل دماغك او ايه اللي مستفزك الايام ديت؟ مستفزين الايام ديت اللي احنا في ايام مفترجه، وشهر رمضان دوت شهر واحد في السنه، وتيجي ننزل الشارع. انا مؤاخذة. ماشي. بس نيجي ننزل الشارع يا حمو، انت معايا دلوقتي احنا بنجيبوا الحاجه، لبس البنات والحريم. مستفز. ما ايه عندهمش اللبس رمضان. دوت؟ ما عندهمش رمضان. تحس ان هم طول السنه معفنين، ويجي دلوقتي فاهم انت بينضفوا، فاهم ده لابسين لبس ومكياج شويه ميك اب. بجد حاجه غريبه. لو العبايات كمان، يعني المفروض العبايات ده شهر ستره. واحد بينتهز الفرصه عشان ايه؟ يستر نفسه. لا، دول هم العبايات المفتوحه. لا يا ريت، ولا مقفوله مضيقينها ومنفذينها ورايحين يصلوا التراويح بيها. ليه؟ عشان يصلوا عريس. عريس ايه اللي تتشكف مع مين؟ عريس هيبص لواحده كده، يعني مع احترامي ليكوا يعني وليهم ولكل حد، بس الواحد فعلا بيبص للعروسه، بيبص اللي هو كشكلها بقى، اللي هو الاحترام والادب. بص لاخلاقها. الاخلاق طبعا اكيد يعني، لكن انت بقى رايحه، معيش بالكلمه، رايحه برفاناتك وشعرك بره كده الطرحه، رايحه حلم الشيماء، مش رايحه صلي التراويح ولا رايحه تجيبي حاجه. لا، والطرحه بقى ايه؟ رقبتها باينه وشعرها باين وبرفان وماشيه هي وصاحبتها وكيكر وهيك وميك وبتاع والكلام دوت، اللي هم بيلفتوا نظر الناس يعني. ايه المناظر دي؟ ليه كده يعني؟ مش بناتنا ومش واخدين الموضوع اللي هو رمضان بقى وشهر عباده وشهر صوم. لا، واخدين الموضوع اللي هو زي ما انت قلت اتزوق او استدعي عريس. الموضوع مش واخدينه بجد، واخدينه اللي هو معرفش هلس بقى ولا ايه. حاجه غريبه خالص، مش مجتمعنا ولا ديننا ولا اخلاقنا ولا الكلام ده. يعني الواحد المفروض، مش عايز اقولها بصراحه، بس يعني مفيش راجل في البيت. ما معنى كده مفيش راجل في البيت، معيش في الكلمه ده اساسي. فده انا اشوف معيش في الكلمه حريمي، بنتي او اختي او امي او ما الى ذلك، نازله بالمنظر دوت. انت كراجل فين؟ انت هتحاسب على الكلام ده اصلا بعدين. يعني يا رب هتحاسب ده قدام ربنا، هيسالك على الكلام ده. كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعاية. حتى لو انت بتقول مثلا مسافر او في الشغل برجع بالليل بالكلام ده، لا اكيد انت عندك نظره، اكيد عندك خلفيه بتشوف بناتك ازاي وتشوف اهلك ازاي اكيد. لو في مره مثلا كمثال غلطه كده شفت هدومهم وهم نازلين، او انت اصلا انت المفروض اصلا تبص، يعني انت المفروض تفتش المشكله يا حمو دلوقتي معلش في التربيه. ليه؟ لان هنقول له الراجل في شغله، الراجل متوفي، الراجل مسافر، فين اخوها؟ مفيش اخوها. فين عمها؟ فين خالها؟ فين ابن خالتها. لكن دلوقتي مثلا لو ابن خالتها ولا ابن عمها ولا اي حد من قريبها شافها، وهي بنت اللي انت لابساه دوت، لا تحصل مشاكل. وانت مالك انت؟ وانت هتحكم فيا؟ تحكم في نفسك، لا تحكم في مراتك. انت هتعمل راجل عليا؟ لا انت تعمل راجل على مراتك. مسحرات. لا انت مالك. المشكله كمان في الابهات، لو جه اخوها بيزعلها، تلاقي الراجل، سوري انا بقول ايه راجل يعني، بقول لك ايه، تتحكم فيها وانا عايش يا عم. ما هو بيتكلم في الصح. انت اللي ما عملتوش هو بيعمله. ده ربنا قال والرسول قال لا يدخل الجنه ديوس. انا مش كنتش عايز اقول الكلمه دي بصراحه يعني، بس هو لازم تتقال. لا ما هي مالهاش بالبلدي كده خروف يعني. هو مش هيشم ريحه الجنه. بالظبط. مش هيدخلها، ده مش هيشم ريحتها اصلا. انت فين انت من التربيه وفين؟ ده مش تفاهم. وتيجي بقى بعد كده لما يحصل مشكله، وربنا يحفظ بناتنا كلها وحريمنا كلها والستات كلها يعني، لما تحصل مشكله ويحصل واحد يتحرش بيها، يعني ترجع تقول فين الامان؟ فين الحكومه؟ فين الدنيا؟ وعايز الدنيا كلها تصعب عليه. هو برضه وتقف معاه. هو الرك مش على لبسها. هو ما ينفعش اصلا برضه حد يتحرش. هو ربنا امر الراجل بغض البصر، وامرك بالاحتشام، وامر الست او البت بالاحتشام والستره. بالظبط. ما تجيش انت تقعدي انت قصرتي في الستره وانا حره في نفسي، والشاب يقول لك انا حر في نفسي، انا كمان ابص زي ربنا اللي هيحاسبني. بالظبط. هي ماشيه كده ميزان. ما ترجعش بقى تقول لك ايه ما انت مالك انت. ممكن ما في ناس تطلع تقول لك ايه يا عم انت مالك، ما تلبس اللي عايز تلبسه ولا خلاص. هو كمان هو حر يعني. هو انت اللي هتحاسبه ربنا اللي هيحاسبك. انتوا مدركين الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ولا؟ والله بغض النظر، حتى برضه لو مثلا سواء بغض النظر عن الرجاله في البيت، يعني المفروض حتى الام
او البنت نفسها المفروض تكون واعيه للكلام ده، اللي هو المفروض انا نازله والله حتى يعني عايز اقول لك بعد رمضان او قبل رمضان برضو اللي هو ايه لبسك برضو اهتم بيه. بس انتوا بقى برضو اللي مستفز من الموضوع اللي هو في رمضان، يعني زي ما بيقول لك في رمضان. فالفكره كلها ان هو اشمعنى في رمضان فعلا بتتزوقوا وبتزودوا الميك اب بتاعكم وبرفانات، وانت المفروض رايحين تصلوا، المفروض رايحين تقابلوا ربنا يعني ده غير الصلاة. ما هو لا ما هو انا فاهم، بس اللي استفزك اللي هو ايه، سيبك من المشاوير العاديه، انتوا رايحين للصلاه رايحين تقابلوا ربنا، مش رايحين السنتر مثلا صاحبتك وتلفوا شويه وترجعوا ولا لا. احنا برضو في لو احنا هنتكلم نرجع برضو الموضوع الاساسي واللي احنا بنتكلم فيه كل مره وبننصحكم بيه، ده نتيجه ايه؟ بعدين على ربنا قال وكرهن في بيوتهن، يعني الواحده ملهاش غير بيتها، سواء بقى بيت ست مدام مطلقه ما تنزلش من البيت غير للضروره القصوى. يا عم تنزل يا عم مش مشكله، بس تنزلي يعني تنزل ازاي يا عم؟ مثلا يا عم لو هنتكلم دلوقتي احنا بنقوله ايه؟ للضروره ماشي، بس بتكلم دلوقتي لو يعني ايه بنت تنزل تقول لك انا رايحه اتفسح مع اصحابي كبنات؟ اي واحد دلوقتي يقول لك يا عم انت معقد ليه، خليهم يفكوا عن نفسهم وبتاع. لا يا اخويا لازم يفكوا عن نفسهم. انت اخوها، انت ابوها، انت جوزك، خدها فسح بالظبط، خروج عائليه وروحوا المكان اللي انتوا عايزينه، على الاقل هتضمن محدش يقدر يبص للي معاك. يا عم لو هي عايزه اصحابها ماشي، انت برضه اطلع معاهم، خد مثلا لو انت لا انا بتكلم اسمع، انا بتكلم لو انت كأب تمام ومعاك مراتك ومعاك بنتك وبنتك على اصحابها، اطلع معاهم انت ومراتك، يبقى انت عينك عليهم، روحوا مكان مقفول مثلا كافيتيريا نادي كده هم مع بعضهم. ما هي الدنيا فاهم، مش كلها احسن حاجه. عيالك وبيتك اهل بيتك اولى بيك كمراتك كبنتك، اولى بيك انت تبقى حنين عليهم وانت تسمعهم الكلام الحلو، وانت اللي تقول الحلو وانت اللي تزعق وانت اللي تصالح وانت اللي تعمل كل حاجه. الثانيه ديت ما ليها اهلها اولى بيها. لا المشكله مش كله هيقتنع بالكلام ده للاسف. إيه؟ مش كله هيقتنع بالكلام ده للاسف. ما لازم يقتنعوا. احنا بنلف برضه في الدايره اللي احنا بنقول كل ده بسبب بعدنا عن ربنا، يعني الحجاب اصلا عن المسلمين وغير المسلمين. بس فهي الفكره كلها برضه سواء في اي دين، ليه يعني البنت تلبس لبس يبين جسمها اصلا يعني كفكره ليه؟ طب معلش في الكلمه انت اكنك مش لابسه حاجه تمام، ما انت تبين كل تفاصيلك. هنرجع لنقطه بقى الرد اللي هو انت بتبص ليه؟ انا البس براحتي، ما انت الملفته بالظبط. انا ببص يعني انا بحاول اغض بصري. ما هو الفكره كلها بس انت ملفته. في واحد بيقول لك ايه ما بصيتش معلش في الكلمه، يعني هو مش بتكلم عن نفسي بس واحد قالها، لو واحد بص على المنظر دوت وما استثارش يعني يبقى عنده اثاره او الكلام دوت هيبقى مش راجل. ما هو طبيعي لان ده احنا بننجذب للبنات بس بيجذبوا لنا. يعني هقول لك على حاجه بعيد عن الحريم، يعني خلينا كده ماشيين في الشارع كواحد او كواحده ولقيت واحد لابس بلياتشو، طبيعي ان انت هتبص عليه ولا مش هتبص عليه؟ ليه؟ عشان خاطر في حاجه مختلفه عن المألوف. بالظبط. كذلك الراجل او الشاب لما بيشوف واحده بص تلاقي حاطه مكياج 2 كيلو بويه على خلقتها. في بيحطوا بويه والله ما انا مش بويه يعني، بس هي الحاجات دي احنا مش عارفين اساميها بتاعتها. بس ايه بيبقى غلطات بقى عندكم كده، تلاقي ايه مش بنركز، بس هي بتبقى ملفته، بنت وشها ابيض وديها سمراء. مش لا بجد يا عم هي بيضه بس حتى مكياج اوفر. عشان بس ما يجيش حد يقول لي انت بتبص ليه، لا ما انا عايش بكده مش هبص، انا ماشي اعمل كده، ما هو استعمل كده او حاجه. لازم ابص عشان ابقى مخلي بالي من اللي قدام عشان ما اخبطش في حد. لو بصيت اعمل كده يا اما هعمل الاثنين، يا اما حد يخبطني بعربيه يا اما هتسرق يا اما اخبط فيك الحاجه، يا اما هتخبط فيها. بالظبط. ما انت لو خبطت فيها تقول لك انت حامش في ايه يا جدعان. لا فالفكره كلها بمشي يعني في الشارع ببص عليكي وببص على اي حد، مش بنيت اللي انا عايز ابص وافليكي واشوف تفاصيلك ايه، لا مع العلم والله انا ممكن انت تبقى قاعدين من جنبي وما اعرفش ملامحك ايه، انا مش شغل دماغي تمام، انا ممكن ابقى ماشي من جنبي محمد معدي من قدامي مش مركز معاه، بس انا ببص قدامي عشان ايه؟ خلي بالي من الطريق. بالظبط تمام. بس ممكن الاقي بقى زي ما قال حته البلياتشو دي، انت فعلا في بنات بيبقوا احنا بنشوفهم ان هم بلياتشو، ده حقيقه مكتره الالوان وبهرجانات وبتاع. هي انت تلفتي النظر شويه ناقص بلبس بقى ضيق ده الوان بقى حطها في وشك، ولو ما شفتهاش بقى معلمي تمام برفانات بقى، تبقى انت مثلا
انت ماشي كده وهي كده برضك حمو عايز اتكلم يعني عدت بس عشان الناس برضك اللي هتنتقدنا وهتقول لك ايه التحرش وكده، طب هما بيعكسوا المنقبات ليه؟ اخويا مستحيل تلاقي واحده لابسه النقاب او الزي الشرعي زي ما قال ربنا وحد يبص عليها. لو بص عليها مش بيبقى نظره شهوه، بتبقى نظره اللي هو حاجه لا غريبه وجميله عن المألوف. بص انا هعرضك في الحته ديت، لان انا وانت ممكن نبص كده اللي هو ايه دي حاجه. لا في ناس برضه كده في، بس لا والله المتحرش دوت انسان مريض. ايوه انا بتكلم الناس اللي هم بيبصوا على واحده من لا بس لا في بس معلش في ناس والله ما لهمش دعوه بالنقاب خالص، بس ده بيكون بيتداروا في النقاب. بالظبط. يعني ايه تبقى انت واحده منقبه وراسمه عينيكي ومبينه قوي كده عشان كل الناس تبص عليكي، ولا لابسه عبايه ومجسماها عليكي قلت لك انا لابسه النقاب ولابسه محترم. لا مش هو دوت النقاب، مش هنا بس يعني النقاب اللي هو انت لابسه لبس واسع فضفاض ما بيشفش ما بيستورك ما بيبينش حاجه منك، حلو، مش حاطه مكياج ومبينه بقى كده تلفت النظر. زي برضه في فيديوهات كده اللي هم كمنقبات طالعين بيرقصوا اللي هم طالعين على التيك توك دول. ايه ده؟ انتوا بتشوهي صوره النقاب ليه؟ بتشوهولي انت عايزه تداري وشك البسي ماسك عشان انت بتظلمي المنقبات التانية. بتظلم الدين كله عامة يعني، المنقبين او الدين وكل حاجة بصراحة، والمنظر اصلا مش حلو مش لطيف خالص يعني. المهم نرجع لموضوعنا بتاع اللي هو اللبس المستفز في رمضان. ليه يعني؟ ايه الفكرة بجد يعني؟ طب ولا رمضان يعني سيبك من كده، احنا بنتكلم في رمضان ان انتوا بتعملوا الحاجات دي اكتر يا عم. انا ما بفهمش ومحمد ما بيفهمش، حد يرد انا رد مقنع اشمعنى في رمضان، او ايه الفكرة ان كبت مسلمة بغض النظر سنك ايه محترمة لابسة نازلة من بيتك هتصلي التراويح او رايحه مشوار في رمضان والصبح واحنا صايمين برفاناتك ومكياجك ولبسك ضيق وبتاع والكلام دوت ليه؟ ايه الفكره يعني؟ احنا مش فاهمين، انت فاهمينا. هتقول لك انا حره، هنرجع لما يزنوا اقول لك انا حره، تمام؟ لا والله ما هي هو الراجل حر برضه يا عم. احنا رجاله احنا ما بنبصش، تمام؟ مش كل الناس زينا، تمام؟ مش كل الناس تحسب اللي هو كده. ما ينفعش فعلا حد يبص لي بقى حد يتحرش بيك انا معاك ما حدش قال حاجه. بس في رمضان دوت يعني زي ما قلنا اللي هو شهر واحد في السنه تهزيه وبطل اللبس دوت، وانت يا عم الراجل بص على حريمك ركز معاهم شوف بيلبسوا ايه ما بيلبسوش ايه بيعملوا ايه. منظر مش لطيف سواء ليك يعني، يقول لك بص نازله من بيتها في شغل في البيت خروف مش عارف ليه يعني. ليه كده نفس الكلام ده في الدنيا، في الاخره زي ما قال ديوس يعني ديوس ما يدخلش ما يشم ريحه الجنه. ده عارف يا عمو في نصيبه اكبر، تلاقي الراجل ماشي وشكله راجل للاسف والله، وتلاقي الشنب دوت قد كده وتلاقيها ماشيه جنبه لابسه لبس مش لبس فاهمه، وجايه معايا بقى اللي هو يبقى كده هيحميني. طب ما هو لو محدش بص له وهو معاكي ولا عكسك وهو معاكي ما بيقول ايه الراجل لا ده بيقول لك ايه الديوس دوت ولا الراجل مش عارف الكلام ده. بيقول لك ايه طول ما انا معاك البس اللي انت عايزاه يعني. ده هاني ايه يعني ما انا عايز اعكس فاهم انت؟ ولو ما قلتهاش في وشك يا عم ولا في ظهرك، او معنى الكلمه اصلا مش بتكلم عليا انا عشان ما حدش فكر ان انا بتكلم يعني. ليه يعني؟ هو الحلقه عباره عن او الفيديو عباره عن ليه يعني؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ ايه المغزى؟ ايه الفكره؟ وري جسم للناس ووري مش عارف ايه الفكره. خلاص عرفنا ان انت بنت وجميله وحلوه وكل حاجه والله ادبك وحلاوتك وكده في اخلاقك وحيائك. الراجل بجد لو بتبص على جواز نازله تصلي عشان تبص على جواز، الراجل بجد اللي هيبص بصه لقدام اللي عايز الحلال بيدور على اللي تبقى ام عيله. بالظبط. انا ليه معيش بالكلمه مش هتبقى مراته بس يا عم. تعال نفكر بص تعالي مراته ديت هياخدك هيمشي بيكي هيعاملك يعني جوازها ثانيه جوازها عرفي. هنبص يعني هتكلم معاك بص تعالي هنفكر بص تعالي قدام الناس. انا كمحمد لسه الحمد لله ما اتجوزتش، تمام؟ الحمد لله انت فاهمك دي انت هتاخد علق كنت حرمت الفيديوهات اللي فاتت. انا حاسس الضرب تحت الهدوم شكلها مش باين. انا كمحمد لسه ما اتجوزتش وهفكر معاك بصوت عالي. ليه ابقى مثلا كمثال واقف في الشارع مثلا يعني وافكر ان انا مثلا ايه باتنين معدين قدامي الاثنين لفتوني، واحده باللبس اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ضيق وبتاع وواحده محترمه. لو انا بتكلم كجواز وانا مثلا عايز اتجوز وجاهز من كل حاجه كمثال يعني. فكره مش باللبس، ممكن تبقى اللي لابسه واسع ديت
فاهم، تبقى صحي زي ما بيقولوا دلوقتي السواقي دواهي يعني. فاهم، اللي هي لابسه ياما ناس عدت علينا كده، فاهم، كانوا لابسين لبس محترم اكيد واخلاقهم في الحديد، ربنا يستر على الوليان. اكيد ربنا يستر عليك، بس انا بتكلم في البدايه. ايوه لكن بالشكل اقول والله وبعدين ماشي بالكلمه لابسها محترم، فاكيد طالع من بيت محترم بالظبط. فدي تنفع معايا. هبدا بقى الخطوه الجايه اروح اسال عليها واهلها وعارفه الدنيا ماشيه ازاي، والله في اخرها مفيش خير. بس انا بتكلم كمنظر كده يفرح القلب لما انا اشوف مثلا بنت بغض النظر من نقاب مش لابسه نقاب، لابسه واسع، لابسه محترم، بالظبط كده مش حاطه مكياج ياما، فاهم، هو هيبقى مستريح لها نفسيا. اي راجل مش كمحمد بس، اي راجل هيبقى مستريح لها نفسيا. يقول لك ايه، انا نفسي مراتي تبقى كده. ابسط سؤال، وانا هروح اسال على اهلها واشوف الدنيا ايه واسال عليها، لقيتهم والله فعلا محترمه زي لبسها وكل الناس بتشهد لها، فانا هروح اتقدم لها. بالظبط. ليه بقى انا بختار واحده او انا واقف انا واصحابي او في شله واقفه جنبنا او ايا يكن، بصوا على البت اللي هي دي وهي حته وبتاع ومعكسات، ليه اتجوز واحده الناس كلها بتبص لها وملفته لكل الناس وتبين للناس انا انثى، انا جامده، انا حلوه، انا معرفش ايه، معلش بالكلمه انت بنت زي اي بنت، تمام؟ انا كمحمد او كاي راجل هستفاد ايه لما اتجوز واحده العين كلها عليها؟ هي مش مسابقه ان انا خلاص انا عملت اللي محدش عمله واتجوزت برضه كله بيبص لها. طبعا مش معنى اللي هو مش عايز واحده الناس كلها بتبص عليها اللي هو خايف يعمل مشاكل. لا مش على مشاكل. كأي راجل، اي راجل فينا، الراجل اللي بمعنى الكلمه قد الدنيا وقادر اللي هو يكسر الدنيا لو حد مثلا، بس ما يبقاش هي لابسه لبس ملفت ولا حاجه وهي تعمل بقى ايه سبع رجاله تقول لك انت راجل روح لا لكن انت بقى معاك واحده محترمه وماشي في امان الله ولقيت حد عاكسها، انا همسكه هطلع سلسفيل، همسكه هكسره صلى عظم وشه بمعنى اصح. بقول لك اللي على حق قلبه ميت، فاللي هو يعمل اي حاجه ويدخل في اي حاجه. الفكره كلها بص لبعدين، احنا كرجاله راجل بجد، مش الشباب اللي هم واقفين على الشارع، مش باين منهم في شباب كويسه على الشارع، بس بتكلم اللي هو ايه، اللي يقعد يرمي كلمه واللي بيهزر واللي بيهق على البت رايحه واللي جايه، يعني دوت عايز يبص البت ديت يومين وثلاثه عايز يمشي معاها بالظبط، يمشي معاها ونخرجوا وبتاع ويومين يقلبها ويكلم غيرها وهكذا، وانت برضه نفس الكلام كده. وخلي بالك الراجل او الشاب اللي بيعمل كده هترد لك في اهلك، هترد لك في امك، هترد لك في اختك. ما عندكش اخوات، ما عندكش هيجيلك بعدين، هيجيلك في عيالك لو ما جاتلكش انت ذنبه وشلته خلاص، فاهم انت، هيجيلك في مراتك حد كده. وياما سمعنا قصص على، عشان كده بقول لك ايه، مش باللبس ولا مش باللبس بس، هو اللبس ده بيديك ايه اول دافع، اللي هو اول خطوه تبدا تسال على بس انا بتكلم انت خلاص الراجل دلوقتي عندك خبره في الحياه، هتعرف مين اللي بيكذب عليك مين بيحاول عليك. اكيد زي ما بيقولوا الكلمه ملوش رجلين، انت شاب وداير انت. ايوه والكلمه ملوش رجلين، هي ممكن مثلا كمثال تقع في كلمه، يعني انت فين النهارده؟ انا كنت عند مثلا صاحبتي مثلا، بعدها بيومين ثلاثه سالتها نفس السؤال، كنت فين من يومين؟ انا كنت عند خالتك مع صاحبتك، فتبدا بقى ايه تشك بقى وايه تتقص اكتر. بس انا بتكلم كان فكره اللبس المحترم هو اللي هيخليني ابدا اخد خطوه اسعى لها، ودي تدخل دماغي الاول قبل ما اشوف الثانيه اللي هي ماشيه بالبرفانه ورايحه جايه وعامله منظر كده والليله شبه مسحراتي الناس كلها يبص عليها. الفكره انا مش فاهم يعني، ده شهر بقى شهر، فكل واحد يعني نساعده بعضينا ان احنا ايه نكملوه على خير ان شاء الله باذن الله. عشان انا ماسك نفسي ان انا ما ابصش عليكم تروحوا انتوا جابرين ان انا ابص عليكم، زي ما لسه بيقولوا ما همشي في الشارع مش هبص في الارض، ما ينفعش ابص في الارض، هتكعبل في حد، هتكعبل في حاجه، هتخبط في حاجه، لازم ابص قدامي. ولازم برضك تبص يا حمو تحت برضه، ممكن تلاقي فلوس ولا حاجه. دي حاجه انا مش بلاقيها دلوقتي مفيش. لا هو كان زمان الواحد بيمشي والله بيكعبل في فلوس، دلوقتي بيكعبل في مصايب. ربنا يهدينا يا رب ويهديهم. امتى بس الايام اللي باقيه من رمضان انتهزوها، البسوا كويس عشان خاطر النبي وعشان خاطرنا عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا وعشان خاطر نفسك قبل اي حاجه. وانت كأب ولا كأخ حافظ على اهل بيتك ودور وراهم. لا ما تجيش تقول بقى عشان انا راجل في المنطقه ومعروف دي اختي معروفه اللي هي اختي او دي بنتي محدش هيبص لها. لا هيبص لها، وانت عارف انت كراجل عارف اللي هيبص زي ما انت بتبص لحريم غيرك هيبص لك اللي احنا بنقول عليه كما تدين وتدان. هتعمل لي فوق صغير بس انا ببص على التليفون بس يعني جايبه الحته ديت، غيرك هيعمل كده مع حريم، فاهم؟ هي الناس اللي بيتكلم في التليفون وهي رايحه مع حريمه الجايه، فبص لاهلك انصحهم. مستهونين انتوا بالكلام ده قوي بصراحه يعني، بس هو والله يعني ربنا يتوب علينا جميعا. اللهم امين يا رب. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه. السلام عليكم.